يعني لا، بص 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 بص. Victory and glory to the Jewish people in anywhere and كل زمان يعني in anywhere and كل زمان. خلاص يعني المجد اليهود في كل زمان وكل مكان وفي اي حته على وجه الارض وفي اي مكان على وجه الارض. دي يعني حركه جميله كده من اخواتي البنات، يعني سايبين الكوبايه المعفنه دي. البتاع هناك كده كان مليان كوبايات بقى وحاجات فخمه قوي يعني. فقالوا بما ان احمد هيعمل فيديوهات فنحط له الكوبايات دي في الاوضه ونقفل بالمفتاح فما يلاقيش الا الكوبايه المعفنه دي عشان احنا عايزين نطلعه جربان. بس دلع بنات كده. بص على الماشي كده، انا اكلت من الحاجات دي. انا مش عايز اقول لك. اصل في بنت تحت هنا كنت رايح اشحن النت يعني. فبتقول ما شاء الله انت بتطلع شيك قوي. يا بنت انا اصلا بتكسف من البنات، انت ازاي تلقح عليا بالكلام كده يعني اساسا يعني وتقتحم عليا حيائي كده يعني. ايه اللي تبقى شيك قوي؟ انا يا عم مش شيك يا عم، انا اسرائيلي اهو، يهودي صهيوني. مش انا قلت لكم في فرق بين اليهودي والصهيوني؟ لا، اليهودي صهيوني. كنت بضحك عليكم ها عشان انتوا ولاد متناكه. انتوا عندكم سنه وشيعه وبعدين بتقتلوا. شو عمرك شفت يهود بتقتل في بعض؟ في مسيحيين بتقتل في بعض، في مسلمين بتقتل في بعض. لان يعني الخلاصه، انا عايز اقول الخلاصه بس عشان لو في ناس صغيره بتتفرج يعني. معلش اعذروني في الالفاظ، بس هي دي الالفاظ المعبره وهم ما بيفهموش الا هذه اللغه. المسلمين ما بيفهموش الا هذه اللغه. المسيحيين ممكن بالادب وبتاع بيفهموا بس بيقتلوا في بعض برضه. ولكن طبعا احنا عارفين ان المسيحيين المال والجمال يعني. عشان يعني لو لقيت واحد مسيحي طالع مثلا في فيديو هنا مش هيبقى عامل البتاع دي ده دهنا كيه بتاع الحيطه اصلا. فمش هتلاقي عامل الكلام ده، هتلاقي المال والجمال معروف المسيحيين يعني. اللي هم مؤمنين بعيسى بن مريم اللي هو دجال عموما يعني. ده فرعون احنا اليهود عملناه. انتوا بقى فراعنه فرجوني على فرعون. هتعملوا فرعون احسن من عيسى ابن مريم فين؟ وروني فرعون انتوا عملتوه احسن من عيسى ابن مريم. خلاص. واحنا اللي عملناه يا عم. واللي انتوا قادرين عليه اعملوه. أوف. بطعم الزبده والبسكوت. يعني ازاي ما اعرفش، بس هو طعمها فعلا زبده وبسكوت. بتحرق. الكويل بقى. الكويل عايز يتغير. يعني عارفين انا هشرح لكم حاجه في الدين كده. هم 20 دقيقه ومش هزود عن 20 دقيقه يعني. اطمنوا يعني. بس تابعوني الاول. عارفين ليه محمد صلى عليه الصلاه والسلام وبقيه الانبياء عليه السلام بس؟ ليه؟ اقول لك ليه انت قلت لي ليه، اقول لك ليه يا سيدي. عليه الصلاه والسلام يعني اللهم اصليه نار جهنم لانه كذاب ودجال. عرفت يا عم؟ وصلي اي نبي يجي بعده. هم مش عايزين المسيح يا عم الحقيقي يجي ويصدعهم بقى في ويقعد يقول لهم بقى الزنا اعدام والسرقه والنصب ده اعدام لا لا لا، النظافه دي احنا مالناش فيها. احنا نتجوز اربعه وتسعه مثنى وثلاث ورباع مش قوي. مثنى وثلاث يبقى كام؟ خمسه، ورباع يبقى تسعه. يعني المسلم ليه تسعه مش اربعه. طبعا لقوا ان دي فضيحه كبيره قوي فقال لك لا لا اربعه. ما هو عشان كده القران يعني ما تحرفش ليه؟ لانه فضيحه. فضيحه. فضيحه بقى يعني. مش عارف اقول ايه واتحرق مليون مره وحرقوه مليون مره ودوس عليه بالجزم ويعني. الاسلام يعني خلاص بيبقى في الباي باي. ما دي مين الاسلام ده يعني؟ مين ده؟ ما اللات والعزى. اللات بالله والعزى ده العزه. هو يقول لك المسلمين دول يد الله والعزه وتاج العزه. تاج العزه يا عم انت لابس طرحه. انت تشتغل ديك ابونا تيجي فين تاج العزه؟ ما تتكلم كلام حلو حلو يا عم واتكلم على قدك يعني. انا مش. اخ.
لساني اتعور يا اخي. انا اسف يا ست يا ست الاستاذ على ان انا بطلع مش شيك يعني. لان برضو عايزكم ما تنسوش اني يهودي. ما تنسوش اني يهودي. نتن يا عم، انا يهودي نتن. بس بقى جبت عليه علبه تارجت والله بقى ب 40 جنيه. ب 40 جنيه، مع ان الرياضي 25، بس قلت تارجت بقى لان انا كنت احب التارجت يعني. اما كانت ب 28 جنيه بقى وكده. 28 جنيه يعني 30 جنيه دول كنت بشتري فيهم سيجاره في الحبس. يعني هو الكفر اصله، يعني الكفر ليه حدود وليه نظام. انت عايز تكفر يا عم، عندك عيسى ابن مريم، واخد بالك؟ يعني كل حاجه بنظام. انما دخل السيجاره ب 30 جنيه عشان اشرب سيجاره في الحبس ب 30 جنيه وقاعد مزنقين ويعني ارض الله واسعه، ارض الله واسعه. انت ممكن تعمل سجن كيلو متر مربع يعني. ف فهناك وجه للتشابه بين كتائب القسامة اللي هي حماس يعني والنظام المصري. بس النظام المصري مش عايز معاداة اليهود، بل بالعكس عايزهم يوصلوا صباح الفل يعني. لان هو في البطاقة يا مسلم يا مسيحي، بالعافية كده، يا مسلم يا مسيحي. يا يهودي قشطة صباح الفل، تعالى اشتغل يا معلم وولعها، تعالى ولعها واخربها زي ما انا عامل كده. 7 دقايق. طيب انا عايز اقول حاجه لشريف الصرفي، صديقي شريف الصرفي اللي ما بيردش على التليفونات ويعني ما حسسني لو رد على التليفون هيتاخد امن دوله يعني، ومش عارف انا. ما علينا يعني. سلم لي يا شريف الصرفي على البضاعه والتضخم والبضاعه اللي قد كده وماليه المحلات وماليه المعارض وماليه كل حاجه، بضاعه بالهبل والاسعار مش عايزه ترخص. انا هقول لك يا اخي توقعي. انا بتوقع ايه؟ التاجر المصري غبي، غبي. انا غير بقى البقالات والصيدليات دول حاجه تانية، دول مع حاجه تانية. لا بتكلم على اللي عندهم بضاعه. التاجر المصري غبي ومش هينزل في الاسعار، وهيلبس وهياخده في التضخم، هياخده جامد قوي بقى، وهيلبس البضاعه اللي معاه ومحدش هيشتري. محدش ايه هيشتري. فسلم لي يا معلم على السيسي بقى كده يعني انا عايز بقى حاجه مهمه جدا يعني ايه. انا بحسب ان كل حاجه السيسي 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 يعني، ما حرام برضه يعني. انا عايز محدش يشتم في البلد دي كلها. كل البلد دي كويسه على فكره، ما عدا واحد اسمه عباس كامل، ده يتشتم كل يوم. يعني انا بتكلم عن المعارضه بقى، شريف الصرفي ومحمد نور، طبعا انتوا تبع الاستباحث الوطني. ف انا بقول للمعارضه انا عايزكم ما تشتموش الا عباس كامل، عايزه يتمسخر كل يوم. وبلا سيسي بقى، بلا بتاع، سيبك من السيسي خالص. السيسي ده بقى تبعنا بقى، مالكوش دعوه بيه خالص بقى باللي انتوا عملتوه فيه ده. وان الشعب نزل ويروح على بلحه ايش السيسي ده على جنب، مش عليه، ما تتكلمش عليه. ده رئيس الجمهوريه، كبرنا خلاص. دلوقتي عندك عباس كامل، ايه الشخصيه بنت المتنكه دي؟ هو في ايه بالظبط؟ يعني المخابرات دي بتشتغل ايه بالظبط يعني؟ يعني يعني هتكلم على ايه ولا ايه يا عم؟ ده هزار، ده هريج. بيهزروا بحياة الناس وبأسعار الحاجة و... أنا مش عايز أقول أمثال عشان ما يجيش واحد زي محمد نور اللي حطيت لي علامة حورس، واخد بالك؟ وحورس ابن إيزيس، وإيزيس أبوه أوزوريس، وأوزوريس ده اللي هو نبي الله إدريس. أنت فاهم؟ شغل الهبل والجنان ده، الجنان ده أنا عارفه كويس. فمحمد نور ده بقى يقعد يقول لك بقى ده جاسوس وازاي تسمح وجاسوس علينا وما اعرفش ايه. يا ابني انت بتقول معلومات يعني اسرائيل ما عرفتش توصل لها اصلا. بتقول معلومات عن البلد اسرائيل ذات نفسها ما بتوصلش. وكال ووفرت عليهم عناء ان هم يقعدوا يتجسسوا بقى والكلام ده. وفرت عليهم انت عناء كبير قوي يا محمد نور، وانت اسمك محمد، فما ترسمش بقى. يعني انت اسمك محمد وبلعنها يعني.
الاستاذ محمد زكي بلايس ده وزير الدفاع ده محمد برضه وعمل عينها. فما تزودوش بقى. يعني الضربات البريطانيه، الضربات العسكريه على الحوثيين، الحوثيين يا عم انا قلت لك you have the green light to attack by atomic bombs in anywhere in the Middle East, anywhere يا عم except Egypt and Israel of course يعني except Egypt and Israel anywhere حط ديك اخشق كسمه بالاتوميك بومب، محدش هيكلمك يا معلم. سواء انجلاند سواء يو اس اي حد، لا اسرائيل، اي حد اتاك بقى اتوميك بومب. اند روسيا باعت المنطقه كلها لامريكا. بص بشار الاسد لبس لابسه بنت بتناكه، وكل اللي كان بيراهن على روسيا، وطبعا الست نرمين عادل اللي كانت بتقول لك بوتين يتحدى العالم ما اعرفش ايه، هو هدد اسرائيل طلعت انا خشقت كسمه، قام قال لك يا عم خليها الشرق الاوسط ده لامريكا تولع فيه مالناش دعوه. وده هدفي، انا هدفي انه مش كل مره المسيحيين اللي يدفعوا ثمن ويعملوا حرب عالميه وتخلص على ان مفيش حاجه تحصل يعني. سيب المسيحيين ده والخلافه ده بحالهم وتعالى هات لي المسلمين بقى، هات لي بقى اللي لاقي هي اللات محمد رسول الله واللات والعزه والكلام ده بقى. انتوا حاربتوا بعض السنه والشيعه، ايوه يعني ايه الفكره؟ ايه الفكره؟ انا عايز اعرف. السنه حاربت الشيعه والشيعه حاربت السنه، ايه الفكره؟ انكم تهدموا الدين الاسلامي. طب ما تهدمش ليه؟ عند بقى كده، عند ليه؟ في واحد اسمه احمد طالع بقى بكيفه، انت فاهم ازاي، واسرائيلي ويهودي، وطلع بعد ما الحرب خلصت وبيفرض نفسه على الايه؟ على الساحه. السيسي وعبد العباس كامل الخول ده، لا ده يشتم كل يعني لازم مش لازم تقول اسمي يا عم، انا ما بحبش انا الخرا ده يعني، بس هو انسان مهزأ في كل الاحوال، انسان مهزأ وما يستحقش انه يبقى في منصبه اساسا يعني. بس هو السيسي بقى عارف بقى رجالته بقى، انا ما اعرفش ولا عندي معلومات ولا اي حاجه يعني. محمد نور ده من يعني انسايكلوبيديا، معلومات بيجيبها من الجيش، انا ما عنديش مصادر يعني، يهودي مسكين يعني ما. يعني بس يا كامل شوف شغلك، وعندك قناه التوك شو. ايوه عندك مين بقى؟ بص يا باشا، انت عندك اعلام وعندك طب نفسي. انا مش عارف ايه لازمه جوز امه في البلد الطب النفسي ده، مش ما اعرفش بقى يعني هتجنن ايه الطب النفسي ده، انا عايزين نعرف. فانت عندك اعلام وعندك طب نفسي. انا عايز، واعتقد ان المصريين كلهم عايزين ان جهاز الطرد المركزي و يعني جهاز المخابرات اللي شغال جهاز طرد مركزي للمصريين. عارف الطرد المركزي ده اللي يعني ايه، بيطرد على بره، بيخلي المصريين يهاجروا بره. جهاز الطرد المركزي ده اللي عمال يطرد في المصريين، انت عندك اعلام وطب نفسي شغاله بقى بالعكس. ازاي يا باشا؟ ما اعرفش. شغاله بقى جهاز طرد مركزي يجيبهم تاني، يجيب المصريين بقى من بره. تمام. كام الساعة؟ 13. سجاير معفنة، مش عارف كنت بشربها ازاي السجاير ب 30 جنيه دي. ما علينا يعني، يا ربنا يتوب علينا من القرف ده. فعندك اعلام وعندك طب نفسي. جهاز الطرد المركزي ده يا يقف يا اما يعني يقف ويتشغلوا العكس بقى. هاتهم تاني بلا تحويلات المصريين في الخارج، بلا بعبوس بلا يعني تحويلات المصريين في الخارج والبعابيس كلها يعني الجيش يلبس بعابيس من اي دوله كده يعني. الجيش ما هو السيسي يا عم قبل ما يجي رئيس، السيسي لما مسك وزير دفاع قال لنا كلمه، قال لك انا مصري ماشي ودي بلدي غصب عنكم السم اي حد. فقال لنا كلمه لما كان وزير دفاع، قال لنا الجيش بيتأثر جدا بأي إساءة توجه ليه. ضباط الجيش يعني، لأنهم بقى وطنيين بقى ويعني وبيحموا البلد
وبيتاثروا في اي اساءه اي اساءه، بيتاثروا باي اساءه توجه ليهم. طب ما انا برضه بتاثر باي اساءه، ده انا بتاثر. ده يا عباس يا كامل يا ابني الوسخه، ده انا اسفلت الشوارع شتمني. انا كنت بمشي اسمع شتمت من جميع انواع العالم، وفي ملايكه. يعني انت تصدق مثلا واحده زي شريهان العيله دي، هي وابوها من بعض، ما كنتش هعرف اروح ارجعها. دي خرجت من هنا، الملايكه نزلت تص من هنا. انا مش هقدر اشرح لك بقى الملايكه، بس هو بص، هتفهم الامر اللي جاي لك، هتفهمه. تفهم الامر تنفذه بقى ازاي وفين ومع مين، دي ليا أنا. بس هتفهم الامر اللي هتفهمه، ولو ما فهمتوش هيفضل وراك لغايه ما تفهمه، وهنوجعك وهنطلع بيتي امك. قال عم الشرطه ولا عم الجيش ولا عم السجن الحربي ولا عم اي حد، دي انت عايزين تعرفوا الجن يا سيدي عباره عن بني ادمين. الباشا محمد كان مقسم الانسان انس، يعني ذنوبهم على قدهم كده، يعني ما بيعملوش ذنوب. وجن على ليهم ذنوب كبيره، بس طبعا عارفين اللات غفور رحيم ويغفر الذنوب جميعا، الا ان انت تؤمن بالمسيح الحقيقي اللي هيجي. يعني يغفر الذنوب جميعا الا انك تؤمن بالمسيح الحقيقي اللي هيجي. واخد بالك انت ازاي؟ ف كنت بقول ايه؟ ناخد نفس كده يمكن نفتكر، ولا عندي ما افتكرت. انا عصب نفسي ليه؟ اه، انتوا بتتأثروا بأي إساءة. طيب، كسوم الجيش خلاص اتعودوا على كده يا عم. انتوا ولاد متناكة. يعني مش عارف اقول له اتعودوا على كده. اتعود على كده، بقى انت في الخدمة. انت يعني تقول انا كنت عايز افتح 24 ساعة عشان ابقى زيكم كده، او افتخر ان انا بتشتم يعني. خدمة 24 ساعة، افتخر باليافطة اللي مكتوب معمولة على الصيدلية ان خدمة 24 ساعة، بس للأسف ما قدرناش نعملها. كنا اتنين بس، انا ووليد اخوي بس، يعني ما عرفناش نعمل الخدمة دي. فاحنا عايزين يا سيدي نخدم الجيش والشرطة، عايزين نخدم كل الناس يعني، كل الناس اللي محتاجة مساعدة، وما تتأثروش بأي إساءة توجه ليكم، لأن هو اللي بيسيء ليكم. إذا كانت إساءة في محلها غير، إذا كانت إساءة في غير محلها فهيبقى هو اللي ابن مرة متناكر، مش أنت. لما يسيء في حاجة أنت مش مقصر فيها يبقى هو اللي متناكر، يبقى هو اللي بياخد فيها، مش أنت يا سيادة الضابط، من الملازم للمشير يعني. بس ده اللي كنت عايز اقوله. 18 دقيقة، وشكرا جزيلا انكم صبرتوا عليا ال 18 دقيقة دول. شكرا جزيلا 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 اللي كمل ال 18 دقيقة دول وما طفش يعني. شكرا.